السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا اليوسفي في المنام للحامل. إذا رأت اليوسفي في الحلم الحامل فقد تشير إلى اقتراب الولادة وسوف تكون بخير هي ومولودها، بينما رؤية اليوسفي الناضج في الحلم للحامل يدل على إنجاب مولود ذكر سوف يهب الله لها، وفي حالة رؤية اليوسفي الحلو فقد يدل على إنجاب مولودة أنثى جميلة. رؤية اليوسفي للحامل يدل على الصحة والعافية. أكل اليوسفي الحامض للحامل يدل على تعب الحمل. أكل اليوسفي الحلو للحامل يشير إلى تيسير أمور الولادة. أكل اليوسفي المر يدل على تعثر ولادتها. زراعة شجرة اليوسفي في المنام للحامل تدل على التأسيس الجيد للأبناء. ورؤيا قطف ثمار اليوسفي في الحلم للحامل تدل على الولادة القريبة. تقشير اليوسفي في المنام للحامل تدل على انتهاء متاعب الحمل، وتشير رؤيا أخذ اليوسفي في الحلم للحامل إلى حصولها على الرعاية من ذويها. اليوسفي الناضج ذو الرائحة الجيدة والطعم الجميل يدل على كثرة الخير وسعة الرزق وسلامة المولود، وقد يكون المولود ذكر والله أعلم. إذا اشترط الحامل اليوسفي يكون دليل على قرب احتفالها بولادة وقدوم المولود الجديد. رؤيا اليوسفي الحامض يدل على إنجابها ذكر، واليوسفي المذاق اللذيذ يدل على احتمالية حملها في أنثى. فرؤيا اليوسفي للمرأة الحامل هو دلالة على المال والرزق والذرية الصالحة والرزق الحلال من خلال التجارة الرابحة أو قيام الحالمة بمشروع كبير. يدل أيضا على السفر أو تغير مكان الإقامة للأفضل. رؤيا بذور اليوسفي في المنام يدل على الذرية الصالحة للمرأة الحامل، ويدل على الهيبة والمكانة والمجد والشرف الذي سوف تصل إليه قريبا. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.